السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. اليوم غنحضروا واحد العصير رائع جدا ولذيذ. باش نصايبوه غنحتاجوا حبه برتقال واحده اللي كناخذوا لها ديك القشره ديالها، كنحكوها هكا في الحكاكه، كناخذوا فقط القشر، ما كنوصلوش لذاك الجزء الابيض لانه كيمرر شويه العصير. فنبقاو هكذا كنحكوه غير بشكل خفيف باش ناخذوا غير القشره الخارجيه للبرتقاله باش تحصلوا على داك الزيست ديالها. بعد ذلك كناخذوا البرتقاله ديالنا وكنقطعوها باش غادي نعصروها في العصاره باش نحصلوا على العصير ديال البرتقال. فهاد العصير اقتصادي كنحتاجوا لبرتقاله واحده فقط، كيجي لذيذ وبنين. ثم كناخذوا حبه ديال الجزر اللي كنقوموا يعني السلق ديالها اولا ممكن نبخروها. ثم بعد ذلك انا بخرتها، كنقوم الان بالتقطيع ديالها الدوائر. ثم كناخذوا الخلاط الكهربائي كنوضعوا فيه الجزر، غنضيفوا ليه عصير برتقاله، ثم غنضيفوا هذاك القشر ديال البرتقال اللي حكينا، نديروا كميه غير صغيره ما نكثروش بزاف. ثم غادي نضيف سكر سنيده. بالنسبه للحلاوه لكم الاختيار، انا غندير 3 ديال المعالق ديال السكر، اللي بغى بامكانه يضاعف الكميه يعني حسب هو كي تيبغي العصير يكون حلو او لا اقل حلاوه. ثم غادي نضيف هنا الماء، غنضيف كميه اولى يعني المقدار هو لتر من الماء، غنضيف شويه باش نطحن المكونات هكا مزيان في الاول باش نضمن انهم يطحنوا مزيان. كنديروهم هكا في الخلاط وكنخلطوا كل شيء مزيان يعني حتى كيضربوا لنا العناصر وكيتجانسوا مع بعضياتهم كي تشوفوها هو كيفاش ولا اللون ديالهم. ثم كنضيف الباقي من الماء كيف ذكرت فهو لتر من الماء. بعد ذلك غادي نصفي كل شيء في الصفاي هكا باش نضمنوا اننا نحصلوا على واحد العصير اللي غيكون يعني بدون شوائب، كيجي هكا صافي. هانتوما كيفاش كتشوفوا اللون ديالو. ثم بعد ذلك غنضيف له واحد الحكه ديال اليوغورت يعني بنكهه سواء ديال الخوخ اولا بهاد الفواكه الاستوائيه يعني حسب المتوفر، حتى هو كيعطيها واحد المذاق رائع جدا. كنخلط كل شيء بهذا الشكل حتى كتجانسوا لينا العناصر مزيان، وبعد ذلك كندخلوهم الثلاجه باش يبردوا باش نحصلوا على عصير اللي يكون بارد والمذاق ديالو غادي يكون منعش. نصبوه هكا في الكاس باش تشوفوا كيف كيجي رائع وغزال بزاف ما تشبعوش منه، كما انه اقتصادي. جربوه وخليوا لي تعليق وقولوا لي كيفاش جاكم هذا العصير، ونقول لكم الى اللقاء في وصفه لذيذه قادمه.